السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم كامل في مطبخكم، مطبخ أمل الجزائرية. راني نطول باش نحط لكم وصفات، الله غالب مانيش نقدر ندير المونتاج، صدقوني العيا، التعب، الخدمة برا، الخدمة في الدار، الدراري والحمل، الله المستعان. جيتكم بهاد الوصفة تاع لي طارتولات بكريمة رائعة هايلة ما شاء الله، أكيد راح تعجبكم. إذا عجبتكم ما تبخلونيش بالجيم للفيديو، بارطاج مع أحبابكم وأصحابكم وشوفوا الوصفة. للعجينة راح نحتاجو 125 غرام مارغرين، تكون بدرجة حرارة المطبخ. أنا هنا كانت عندي حوالي 120 غرام باش نكون صريحة معكم. الباقي كملتو زيت. قلت لكم 125 مارغرين، تكون بدرجة حرارة المطبخ. ديروا لها نص كاس سكر كلاصي، ولازم نصيروه على بالكم باللي السكر كلاصي دي فوا يديرنا هذاك لي غرومون يدخلوا الهواء الوغ يتحبب، ومن بعد كي يتحببنا راح يبقى لنا هكاك في العجينه تاعنا، دونك لازم نصيروه. ما تنساوش الرشه تاع الملح. راح نسحقوا تاني لافاني، تحبوا ديروا لافاني سائله، تحبوا ديروا لافاني بودر كيما درت انا. والزيت هاي اللي قدامكم، المغرف الثانيه، الثالثه، الرابعه، تقدروا ديروا حتى 5 مغارف. فوالا. زيت حبه بيض كامله. نحتاجو تاني نص كاس مايزينا. نفوتو نخلطوا هذو مع المكونات ومن بعد نواصلوا العمليه. هنا نخدموا مليح هذيك المارغرين مع السكر مع الزيت مع الحبه تاع البيض حتى نتحصلوا على خليط كريمي. هاد لاباط راح تجيكم مقرمشه. جينيرالمون كاين بزاف اللي ما يحبوش لاباط تاع لي طارتولات تكون مقرمشه. انا شخصيا نحبها تكون مقرمشه. وهاد الوصفه صدقوني يا امام تبات تقعد لكم يومين، راح تبقى محافظه على القرمشه تاعها. شوفوا الخليط تاعي كيفاش ولا لي كريمي. هنا حبست واش جبت، فت هبط هذوك الطروفه هذوك كامل. شوفوا الكريمه تاعي راهي ما شاء الله. انا جبت نص كاس مايزينا، فوالا، دائما نصفيوها. وجبت كاس فارينه. حنزيد حوالي مغرف صغيره تاع خميره الحلويات، ماشي كبيره، ماشي هذيك الصغيره قاع تاع لاتاي. نصفي كلش ونبدا نطم غير بيديا. شوفوا كيفاش راني نطم، حنطم غير بيديا. هنا الفرينة أنا درت كاس ومن بعد زدت حوالي واحد المغرف ولا 2 مغارف، يعني نتوما على حسب نوعية الفرينة تاعكم. نطمو غير بيدينا حتى تحصلوا على عجينة ما تكونش تتلاصق، تكون طرية وشادة روحها. هنا درت حوالي ربع كاس، جبت نص كاس درت منه ربع، فوالا. وطميت العجينة تاعي. شوفوني راني نطم غير بصبعتين يديا، مانيش نعجن فيها. كاين بزاف اللي يعجنوا لاباط وما تقولك ما جاتنيش مليحه لي طارتولات تاوعي. تقدروا تخدموا بها كمشروع مربح. هنا هذاك النص راني زدت كملت، درت منه شويه، فوالا، حتى تنطم وحدها. شوفوا كيفاش ولات لي العجينه، يعني دات لي حوالي كاس ونص. هذا مكان الفارينه تاعي. كملت طميتها كامل بيديا كما راكم تشوفوا، وبلا ما تعجنوا، طموا برك غير بصبعتين يديكم. العجينه تاعنا تكون طريه ماشي تتلاصق، وباش تتاكدوا ما تتلاصق مسوا باليد الدوزيام اللي تكون ماشي ما خلطوش بها العجين. فوالا. هنا كملت كامل هذاك النصف كاس، صافي دات لي كاس ونصف بالضبط. وانتم بيان سور على حسب نوعيه الفارينه تاعكم. كملت طميتها كامل، درتها في ساشي، في ساشي ولا في بابي فيلم، غلفتها مليح وحطيتها في الثلاجه، ماشي في الكونجيلاتور، حطوها في الثلاجه
وخلوها ترتاح. ومن بعد ما حطيتها ترتاح تحت وجدت لا كريم اللي راح نخدموا بها. درت 2 كيسان حليب، نص لتر حليب، 2 مغارف سكر عادي، السكر العادي، ودرت 2 مغارف مايزينا. تقدروا ديروا 3 مغارف، ولا درتوهم معمرين ديروا 2 مغارف. انا هنا كنت ما عمرتهمش مليح، على بها الكريمه تاعي جاتني شويه خفيفه، دونك نتوما عمروهم 2 مغارف تاعكم. حطيتها فوق النار، بقيت نخلط، ما تغفلوش عليها، بقاو تخلطوا حتى تعقد لكم الكريمه تاعكم. راح تشبه الكريم باتيسير، برك الكريم باتيسير نخدموها بالبيض، هذه لا فيها غير الحليب مايزينا والسكر. هنا بعد ما عقدت لي درت لها لافاني بودغ، ودرت لها مغرف مارغرين، بقيت نخلط فيها ملح. راكم ديروا 2 مغارف مايزينا بومبي باش تجيكم عقده. هنا من بعد درتها في ان ريسيبيون، وغطيتها بفيلم اليمونتير، وحطيتها في الثلاجه حتى تعقد ولا تجمد. فوالا، حطيتها في الثلاجه. بعد ما جمدت لي هاد الكريمه تاعي، انا قلت لكم ما جمدت ليش مليح لانه كنت نقصتها شويه مايزينا. هنا واش راح ندير لها؟ حندير لها كاس تاع غبرة الشونتيي، ونبقى نخلط حتى تولي لك كريمه ملساء. تكون بديت كاس تاع غبرة شونتيي، نكمل نخلطها مليح حتى تحصل على كريمه ملساء. وهذه هي الكريمه تاعنا اللي رايحين نعمروا بها لي طارطولات. هنا تقدروا ديروها بعده اذواق، تقسموا هاد الكريمه، تقسموها مثلا الى 3 اقسام، ديروها فاني، شوكو، وفراز. ديروا برك لاغوم لاباطاغوم تاع فراز، ولا تاع شوكو، ولا تاع الفاني، هو اصلا راه فاني. تقسموها 3 اذواق باش تعمروا لي طارطولات تاعكم. انا هنا خيرت ندير هذا ذوق واحد فاني. وهنا الكريمه تاعي راهي واجده، حطيتها في الثلاجه لو طون اللي نبدا نخدم في ال في لي فون دو طارت تاعي. انا راح نخدم بهاد لي مول، عندي هاد مدورين، عندي هادوك لي باكيت. هنا جبت هاد لي مول بلا ما ندهنهم، انا ما يلصقوليش، مستعمله بهم شحال من مره خدمت بهم. نجيبوا كميه من العجينه ونبداو نضغطوا كما راكم تشوفوا. العمليه راهي واضحه، نضغطوا مليح. تحبوا توزنوا الكريات ووزنوهم، خير باش تجيكم العجينه تاعكم لي فون دو طارت تاعكم على قيس واحد. فوالا، نزيد نخدم معكم وحده. شوفوا، نضغط مليح الحواف، من بعد نزيد نخدم في الوسط حتى نكملهم كامل. بعد ما كملتهم هم ليك حطيتهم في البلاطو اللي يدخل للفرن. كنت شادت الفرن تاعي يسخن، نتقبهم كامل نحطهم في الفرن واحد 5 دقائق، نعاود نفتح عليهم نخرجهم، نصيبوهم طلعوا شويه، عاودوا تقبوهم بالفرشيطه. هاي ملي كيفاش طيبتهم، شوفوا جو طيبتهم حميمرين. فوالا، دوك راني نعمر فيهم بلا كريم هذيك، نعمرهم كامل. والتزيين راح يكون بيان سور الجود بالموجود. انا كانت عندي فرز وبنان، زينت بالفريزه والبنان. هادو هما لي طارطولات اللي درتهم في السهرة رمضانية. ان شاء الله تكون تعجبتكم هاد الوصفه، ولا بعجبتكم ما تبخلوليش جام، ما درتيش جام روحي ديري جام دوكا، وديري لي تعليق شباب. ولا ما درتيش اشتراك، ديري اشتراك وفعلي هذاك الجرس باش كي نحط فيديو يجيك الاشعار باللي راني حطيت فيديو، وتتواصلوا معايا بوصفاتي اللي راهم ان شاء الله يعجبوكم. فوالا، كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم. هملك لي طارطولات بأسهل طريقة، ومكوناتهم موجودين في كل منزل. إن شاء الله يعجبكم. جو هايلين، بنان كريمة ما شاء الله،
لاباط تاعهم جات مقرمشة هايلة. إن شاء الله يعجبوكم كيما عجبوا العائلة تاعي. تهلاو في روحكم، سلام.